لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بربط الجهاز أو بدون ربط الجهاز، تقدر تحدث واتساب البلاك الأسود بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز أو بربط الجهاز عادي، مفيش أي مشكلة. طيب، ولو حضرتك فاتح أي نسخة من النسخة اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا، سواء نسخة ار سي دلتا، واتساب الذهبي، واتساب جي بي، اي نسخه من النسخه اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا وطلبت منك تحديث، تقدر تحدثها بواتساب بلاك، مفيش اي مشكله. تمام. طيب، لو حضرتك بقى جديد معانا في القناه واول مره القناه بتاعتي تظهر قدامك والفيديو بتاعي يظهر قدامك، فانا جايب لك تحديث واتساب الاكتيفيتور. وبرده لو حضرتك سجلت خروج او الواتساب بتاعك سجل خروج، برضو جايب لك تحديث واتساب الاكتيفيتور. تمام. تحديث واتساب الاكتيفيتور ده تقدر تجرب رقمك المحظور عليه. لو حضرتك فاتح النسخه المدمجه وسجلت خروج معاك قبل كده، تمام، تقدر تجرب التحديث الاكتيفيتور الجديد، تحط رقمك المحظور. فتحت معاك النسخه زي الفل والحمد لله. ما فتحتش معاك النسخه، تقدر تربطها بالواتساب الرسمي. ربطت معاك النسخه الحمد لله، ما ربطتش معاك برضو الحمد لله. طول ما انتم موجودين معانا احنا بندور على حلول وبنحاول نحل لكم مشكلتكم. تمام. فانا كل اللي انا عايزه منك تجرب النسخه الاكتيفيتور. لو سجلت خروج ابدا حط رقمك المحظور، شوف هيشتغل معاك ولا لا. اشتغلت معاك خير، ما اشتغلتش معاك برضو خير. جربها بالربط الجهاز، اربط الواتساب الاكتيفيتور بالواتساب الرسمي. ربطت معاك خير، ما ربطتش معاك برضو خير، ولكن حاول مره واثنين و10 ساعات. النسخه بتربط من 5 6 مرات 10 مرات، يعني انت اقعد حاول كده، جرب كده وجرب كده لحد ما تشوف هتربط معاك ولا لا. ما ربطتش معاك يبقى انت من الناس اللي هي مش هتربط معاهم. تمام. طيب، ممكن بقى لو ما ربطتش معاك تجرب نسخه رقم 2 وهي واتساب البلاك، تربطها على طول بالرسمي. ربطت معاك خير، ما ربطتش معاك خير برضه هتقعد تحاول. ولكن احنا دي كلها محاولات وتجارب بنحاول نساعدك بيها، ونصائح عشان تقدر تفتح النسخه بتاعتك سواء بالربط او بدون ربط. تمام. اما بقى حضرتك لو النسخه المدمجه بتاعتك ديت لسه شغاله معاك لحد الان، ما سجلتش خروج زي ما سجلتش معايا خروج، تقدر تحدثها بواتساب بلاك لو طلبت منك تحديث. تمام. ما طلبتش منك تحديث وحابب تجرب النسخه، برضو ابدا حدث بواتساب بلاك. تمام. كل اللي انا عايزه منك تمسك الموبايل بتاعك وتيجي على المتجر بلاي. لو انت لسه جديد معانا هتبدا تضغط في البحث وتبدا تكتب تطبيق زد ارشيف. هتحتاج تثبت تطبيق زد ارشيف عندك على الموبايل عشان هنحتاجه في فك الضغط. بعد ما تثبته هترجع كده تضغط على الصوره الشخصيه بتاعت المتجر بلاي وبلاي للحمايه، وهنضغط على علامه الترس وهنبدا نوقف حمايه جوجل بلاي. اول ما نوقف حمايه جوجل بلاي عشان لما نيجي نثبت النسخه الاكتيفيتور لاول مره ما يجيلكش اشعار بيقول لك فيه حظر التطبيق دار. تمام. عشان تتخطى الاشعار ده تضغط على تثبيت، تثبت معاك عادي بدون اي مشاكل. تمام. ولكن انصحك ان انت تفعل حمايه جوجل بلاي عشان بتحميك من التطبيقات الخبيثه والتطبيقات اللي هي مش كويسه وفيها روابط انها ممكن تركب في الموبايل بتاعك وتراقب الموبايل بتاعك. تمام. فحضرتك فعل حمايه جوجل بلاي وتسيبها متفعله، ولما تيجي تثبت التطبيق ويجيب لك الاشعار ده ويقول لك حظر التطبيق دار، هتلاقي فيه كلمه مكتوبه تحت اسمها المزيد من التفاصيل. اضغط عليها، هيقول لك تثبيت على اي حاجه. اضغط على تثبيت على اي حاجه، النسخه تثبت معاك عادي وانت فاتح ومفعل حمايه جوجل بلاي. تمام. طيب، اول حاجه بقى بعد كده يا شباب هندخل على التليجرام بتاعنا. طبعا النسخه ديت انا هحولها لك على قناتي على التليجرام. رابط قناه التليجرام في وصف الفيديو في جميع النسخ. تمام. كل اللي انا عايزه منك هنيجي عندي تحديث واتساب بلاك بدون ربط، هنبدا نضغط عليه. هتلاقي في ايقونتين لزد ارشيف. لو اخترت الايقونه بتاعت زد ارشيف استخرج الى اسم الارشيف ده، هيقول لك الملف تالف. هيقول لك ايه؟ هيقول لك الملف تالف. فاحنا هنيجي نختار على الايقونه الثانيه اللي هي مكتوب عليها بالانجليزي فقط زد ارشيف، هنبدا نضغط عليها. هنا بيقول لك تحديث واتساب بلاك بدون ربط، هنبدا نضغط عليها. هنا طبعا النسختين موجودين اهو، 1 جي بي واتساب اندرسكول اكتيفيتور اندرسكول بي 21.40 اي بي كي. دي النسخه اللي انا بقول لك عليها. حط رقمك المحظور، لو اشتغلت معاك خير، ما اشتغلتش معاك خير اربطها بالرسمي. اشتغلت معاك خير، ما اشتغلتش معاك خير، هتقعد تحاول مره و10 لحد ايه ما تدخل او تتربط معاك بالرسمي. فديت في حاله لو ما سجلتش
بنفس رقمك المحظور. يعني لو رفضت رقمك المحظور ومش عايزه تدخلك، ابدا اربطها وحاول من 1 ل10 مرات انك تربطها بالرسمي. تمام. طيب النسخه ربطت معاك مفيش اي مشكله. تمام. هنبدا نحدثها ب2 اندرسكول بلاك واتساب عبد الله دوت اي بي كي. تمام. يعني سواء النسخه فتحت معاك بالربط او فتحت معاك بدون ربط. تمام. هنبدا نحدثها ب2 اندرسكول بلاك واتساب عبد الله دوت اي بي كي. هنضغط عليه. هنا بقول لك تثبيت، هنضغط على تثبيت. هنا بقول لك كلمه المرور المطلوبه. طبعا انا هقول لك كلمه المرور على جزئين، هقول لك جزء دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو، فعايزك تركز معايا لنهايه الفيديو عشان تسمع الجزء الثاني كام والجزء الاول هقوله لك دلوقتي. اول جزء من كلمه المرور هيكون 77. أول جزء من كلمة المرور هيكون 77. تاني جزء بقى من كلمة المرور هقوله لك في نهاية الفيديو، فعايزك تركز معايا في الفيديو للنهاية عشان تعرف تاني جزء من الباسورد كام. تمام. أنا هكتب تاني جزء من الباسورد، يعني هكتب الباسورد بتاعي كامل عشان أستخرج قدامكم النسخة وأرجع لكم تاني. طبعا أنا كتبت كلمة المرور كاملة، هقول حسنا. هيبدأ يقول لك جاري الاستخراج. هبدأ أضغط على أداة تثبيت الحزب. هنا بقول لك هل تريد تحديث هذا التطبيق بلاك واتساب؟ هقول له حدث بلاك واتساب. يبدا يتحدث معايا زي ما انت شايف كده. هنا بقول لك تم، اقول له تم وارجع كده واروح على النسخه عادي مفيش اي مشكله اهيت بلاك واتساب اهي زي ما انت شايف هنا اهيت بلاك واتساب اهي بلاك واتساب. هضغط عليها. هنا طبعا لو انا عايز اضيف اكتر من حساب، هنا طبعا لو انا عايز اعمل وضع الطيران، هنا طبعا لو انا عايز اعمل الوضع الفاتح او الليلي او الداكن، هنا طبعا لو انا عايز افعل وضع الشبح. هضغط على الثلاث نقاط. هنا طبعا خصوصيات بلاك، هنا تحديث بلاك واتساب هضغط عليه. تحديث بلاك واتساب، تحديث بلاك واتساب من اليوتيوب. لو ضغطت كده يبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب تشوف الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب والتحديثات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب. هنبدا نرجع كده، هنرجع تاني. هضغط على الثلاث نقاط وهجيب تحديث بلاك واتساب هضغط عليه. هنا تحديث من قناه التليجرام هضغط عليه. تمام. هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام. رابط قناه التليجرام طبعا انا سايبه لك في وصف الفيديو. دي قناتي على التليجرام. تمام. هرجع كده اللي هي بيكون فيها جميع النسخ. يعني هضغط على الثلاث نقاط وهجيب اضافات بلاك. هنا افضل تطبيقات معدله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هضغط كده. طبعا هنا لو ضغطت على اي ايقونه من هنا، لو ضغطت على الايقونه الاولانيه اللي هي ناحيه اليمين، تمام، او الايقونه دي هتدخلك على قناتي على اليوتيوب، وبقت الايقونات هتدخلك على قناتي على التليجرام اللي بيكون فيها جميع التطبيقات وجميع النسخ المعدله. تمام. هنبدا نرجع كده. هنضغط على الحمايه والخصوصيه. هنا طبعا لو انت عايز تعمل اخفاء اخر ظهور حابب تفعله براحتك، تجاوز المشاهده المره الواحده، اخفاء ان الرساله محوله، اخفاء عدد الرسائل مجموعه، من يستطيع الاتصال بي الخصوصية بلاك زي ما انتم شايفين اهو، اخفاء خيار الخصوصية، اخفاء خيار التحديث، هنا تفعيل ستايل الحالات الجديدة، هنا اخفاء مشاهدة الحالات الستوري. تمام. هنا منع حذف الحالات، اخفاء زر اعادة نشر الحالات، اخفاء زر تحميل الحالات، اظهار رسائل معدلة، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع زي ما انتم شايفين اهو، اظهار الرسائل والتاريخ والحالات المحذوفة، الدردشات التي لم يتم قراءتها، اظهار صحين الازرق فقط بعد الرد زي ما انتم شايفين. دي كلها مميزات اهي. هنبدا نرجع كده خطوه وهنيجي عند الثيمات، تحميل الثيمات. هنا طبعا عندك 4032 ثيم، تقدر تثبت اي ثيم منهم مفيش اي مشكله. تمام. ولكن انا هرجع تاني. هنا الاعدادات العامه هنضغط عليها. هنا ستايل الشكل. هنا طبعا لو انت عايز تغير نوع الايموجي تخليه واتساب عادي او اي او اس او اي حاجه من الحاجات دي مفيش اي مشكله، ممكن اخليه اي او اس عادي. هنا تغيير ايقونه التطبيق، لو انت حابب تغير ايقونه التطبيق مفيش اي مشكله. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تغير ايقونه الاشعارات برضو مفيش اي مشكله. تمام. هنرجع تاني. هنا الشاشه الرئيسيه، هنا البار العلوي، هنا ستايل بار التنقل. ركز في الدردشات والمجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمع، تقدر تغير بينهم عادي مفيش اي مشكله اهوت. ركزوا كده هتلاقيها بتتغير معانا اهيت. ممكن نخليها تطلع معانا لفوق، ممكن نخليها كده،
يبقى بالشكل ده كده عادي، مفيش اي مشكله. هنا طبعا كلمه بلاك واتساب زي ما انتم شايفينها فوق اهي. لو انا عايز احط الاسم اللي انا كاتبه على الواتساب بتاعي، هضغط على وضع اسمي، هفعل الخيار ده، هتلاقي مكتوب عبد الله الباشا. لو انا قفلت الخيار ده هيقول لك بلاك واتساب. هنا طبعا مميزات زي ما انتم شايفينها، وضع الشبه، اظهار ايقونه الكاميرا هي تظهر معانا فوق. هنا اخفاء صوره الملف الشخصي لو انت حابب تفعلها، مفيش اي مشكله. هنا دي كلها مميزات وتقدر تتابع براحتك. زي ما انتم شايفين هنا الحاله، هنا تقدر تحط الحاله بتاعتك ساعه بدلا من 30 ثانيه. يعني هنا بقول لك زياده حجم الحاله، يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعه بدلا من 30 ثانيه. تمام. لو انت قافل الخيار ده تحط الفيديو بتاعك 30 ثانيه، لو انت مفعل الخيار ده تقدر تحط الفيديو بتاعك حتى لو وصل لساعه. تمام. ولكن هي ما بتشتغلش مع جميع الناس. هنرجع كده خطوه. تمام. هنرجع تاني. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هي دي كلها مميزات. تمام. هنيجي طبعا عند التحديثات، هنضغط عليها، نضغط على سجل التغيرات. لو لاحظت هنا هيقول لك كل جديد مع عبد الله الباشا في 21.41. تاريخ التحديث 2/3/2025. يعني التحديث ده انا لسه عامله من شويه، 2/3/2025. تمام. هنضغط كده، هنرجع كده خطوه، هنيجي عند حول التطبيق. هنا طبعا تم التعديل بواسطه عبد الله الباشا، لو ضغطت عليه يبدا يدخلك على قناتي على التليجرام، مفيش اي مشكله. تمام. هنا طبعا بلاك واتساب في 21.41. رساله الشكر هنا، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. زلزلوا الكومنتات يا جماعه بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعديل عبد الله الباشا، عبد الله الباشا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تابعونا في قناه اليوتيوب وقناه التليجرام. تابع التليجرام، لو ضغطت كده يبدا يدخلك على قناتي على التليجرام، مفيش اي مشكله. وهنا تابع اليوتيوب، لو ضغطت كده يبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب برضو، مفيش اي مشكله. هنا كل جديد اضغط على اليوتيوب والتليجرام. تمام. زي ما انتم شايفين النسخه جميله جدا جدا جدا. هنا طبعا مشاركه التطبيق لو انت عايز تشاركه، الكلام ده كله. تمام. زي ما انتم شايفين نسخه بلاك واتساب اخر اصداره ممتازه جدا جدا جدا. طبعا اخر جزء من الباسورد 99، اخر جزء من الباسورد 99. لو ما شفتش الجزء الاول كام، رجع الفيديو تاني من الاول خالص واتفرج على الفيديو لحد ما تعرف الجزء الاولاني كام. وبعد كده تعالى عند الجزء الثاني وهو الاخير، وهو 99. اخر جزء من الباسورد 99. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.